شهدت مباراة البرازيل ومنافسه الأرجنتين التي أقيمت على أرض ملعب ماراكانا وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أحداث مثيرة للجدل. وتأخر انطلاق المباراة عن موعدها بسبب اشتباك بين مشجعين برازيليين وأرجنتينيين في مدرجات الملعب، مما أدى لتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك. وتوجه لاعب منتخب التانغو ومنتخب السامبا نحو المدرجات لتهدئة الجماهير، قبل أن يغادر الفريق الضيف بقيادة ليونيل ميسي المستطيل الأخضر ويتوجه نحو غرفة الملابس على أثر ذلك. انطلقت المباراة في أجواء مشحونة بسبب أحداث الشغب في المدرجات، ضغط برازيلي عنيف ودفاع أرجنتيني صلب في مقدمتهما الحارس العملاق إيميليانو مارتينيز الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة. وفي الشوط الثاني وضد مجرى المباراة يخطف اللاعب نيكولاس أوتاميندي هدف المباراة الوحيد برأسية محكمة تخدع الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 63 من عمر المباراة. بهذا بات رصيد منتخب الأرجنتين 15 نقطة في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تراجعت البرازيل للمركز السادس برصيد 7 نقاط لتتلقى الخسارة الثالثة في التصفيات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.